يعني مش احسن احساس بصراحة ان انت تكون مكروت للكلية ونزل الجيم متأخر كمان، يعني انت مكروت للكلية ونزل الجيم متأخر. يلا مش مهم. فيديو جديد. فكرة الفيديو بتاعت النهاردة مش عارف، انا بحس ان انا عايز اتكلم او لازم اتكلم بسرعة في الفيديوهات، مع ان مفيش سبب يعني ليه اتكلم بسرعة، ما اتكلم على مهلي. عامة فكرة الفيديو بتاع النهاردة هي غريبة شوية، مش عارف. خلينا نبدأ طيب باللي حصل. ثانية هوطي الإضاءة. انا بتأسف عن وجود اي ضوضاء، ده رقم واحد. رقم 2، هو انا الفيديو ده انا لو عايز اديله اسم فهسميه ان احنا مثلا دايما بنصارع الحياة مثلا، او ان احنا دايما اول ما بنصحى من النوم كل حاجة بنعملها بتستنزف مننا طاقة. الكلام ده ممكن يبقى بديهي، بس انا يعني خدت بالي منه بشكل كبير جدا. طيب انا هحكي لك، هخش في الموضوع بقى. انا اللي كان حاصل معايا كالتالي: انا كنت نازل انترنشيب تبع، يعني قدمت على كذا انترنشيب واتقابلت في واحده. يعني من وسط كل دول في حد واحد بس هو اللي رن عليا. هو اتكلم معايا بس كانت لهجته غريبه كده، انا ما فهمتش منه كل حاجه. بس انا قلت له تمام ماشي، انت فين المكان بتاعك؟ هو كان من وسط الكلام اللي كان بيقوله كان بيقول ان في تارجت ومش تارجت، ولو ما جبتش تارجت يور اوت. انا ما سمعتش المكالمه كويس لان هو كان الاكسنت او اللغه بتاعته او اللهجه بتاعته مش غريبه شويه، والدنيا كانت دوشه. بس انا قلت ايه، ما دام في انترنشيب انا كده نازل، لما انزل بقى اشوف الدنيا فيها ايه. المهم نزلت وعرفت ان الشغلانه هتشتغل جزء سيلز، والسيلز ده ليه كوميشن، ولو انت ما جبتش التارجت انت اوت. وطب فين الانترنشيب في الموضوع؟ قال لي انا هقدم لك كورس، الكورس ده المفروض ان هو بفلوس بس انا هديهولك ببلاش. المهم قلت تمام. نزلت اول يوم وتاني يوم وتالت يوم. بقى المفروض ان انا يومي كالتالي: بصحى الصبح بنزل الجيم وبعد كده بشوف الدنيا فيها ايه بقى، هنزل كلية، هنزل شغل، هنزل. المهم اول ما بصحى يعني انا بنزل الجيم في حدود 6 الصبح كده، 6 ونص 7 بكتير. يعني مش عارف انا بتكلم كتير، بس المفروض اخش في موضوع على طول. بس خلينا احنا ورانا ايه يعني. بص، اللي حصل ان انا كنت حابب الشغلانه، يعني انا ما كنتش متضايق مثلا. كان ديل حلو، انا ما عنديش مشكله ادخل كورس وان انا اتعلم وفي نفس الوقت اشتغل اجيب كوميشن. تارجت بقى مش تارجت، ما فكرتش قوي في الموضوع، بس قلت اجرب. بس عارف انا بجرب وانا مش يعني، طب ما انا هشتغل سيلز وبعدين كورس ايه اللي انت هتديهوني؟ طب ما انا ممكن اشتريه ب 300 جنيه وخلصت. ما الكورس اصلا ب 300 جنيه، كورس لمده 6 شهور هتشغلني سيلز. طب انا كنت عايز انترنشيب، انا كنت عايز اروح استفاد منك مش اشتغل عندك. وانا كنت بروح اللي هو اوكي يلا بينا نجرب يعني، مش اكتر. ما كانش فيه مثلا، عارف انت اللي هو ايه، الناس لما بتشتغل مثلا بتبقى تو سيريس في الموضوع، ان انا لازم انزل في الوقت المعين ده، لازم اكون مجهز حاجتي في الوقت المعين ده. انت اصلا بيبقى عندك حياه وبعد كده بتظبطها على الايه. عادي انت اصلا يا جدعان، فانت اصلا لما بتنزل شغل مثلا ولا حاجه، انت اصلا بيبقى عندك حياه، بس بتغير بقى حياتك دي بناء على الشغل الجديد اللي دخل حياتك ده. فانا ما كنتش عايز كده. انا عندي نمط حياه، انا بس بضيف حاجه صغيره كانترنشيب كبتاع، بضيفها للموضوع اللي هو جوه حياتي، ما تغيرليش نسق حياتي يعني. المهم اللي حصل ايه، ان انا اتاخرت في الجيم. الانترنشيب كان المفروض ان ميعادنا يبقى الساعه 12، بعد كده بقى خلاها الساعه 11، بعد كده خلاها الساعه 10. وفي ميعاد 10 ده انا ما عنديش مشكله، انا ممكن اظبط الجيم على 10 واكل واعمل كل ده وبعد كده اروح، ما عنديش مشكله يعني، اقدر اعملها. بس اللي حصل في اليوم ده ان انا كنت نايم متدمر. كان عندي طبعا الانترنشيب دي او الشغل ده. فروحت طبعا، عملت بقى اللي عملته بتاع. مهم ايه، اليوم اللي بعده
رحت الجيم متاخر. لما رحت الجيم كانت الساعه 7:30 مثلا ولا حاجه، ف7:30 ده متاخر، لان انا لو هخلص 9:30 وانا عندي شغل الساعه 10 والمواصلات كتير بعيده، ساعه ولا ساعه وشويه. فانا قلت اتذاكى، يعني قلت اعمل ايه، ركبت كده مواصله مختلفه من مكان مختلف علشان اختصر وقت. فمهم عرفت اول ما رحت هناك لقيتني ان انا ركبت مواصله يعني مختلفه، وانا اصلا ايامي كلها عمال اضيع فيها وقت. يعني انا اصلا الايام اللي قبل كده كنت حاسس ان انا بضيع وقت. طب انا ده مش دي الشغلانه اللي انا عايزها، او مش دي يعني انا المفروض رايح عشان اكتسب خبره، مش عشان اشتغل سيلز. واشتغل سيلز عشان كورس، طب الكورس ده انا هلحق اذاكر له امتى وهذاكر لكليتي امتى؟ اللي حصل ان ما كانش ده اللي انا عايزه. فاقسم بالله اوتوماتيك، يعني حاجه من عند ربنا كده، لقيتني واخد نفسي وماشي، يعني مروح. طب انت المفروض عندك شغل. قلت له بلا شغل بلا بتاع. هو كان تالت يوم، يعني ما كانش فيه عقد مثلا اتكتب. كان برضو اللي هو كان بيقول ايه، اللي هو لو مش مستريح في بدايه اول شغل مثلا، اللي هو لو انت مش هتقدر تكمل معانا ما تضيعش وقتك ومش عارف ايه. المهم والله العظيم انا ما كانش عندي نيه ان انا ما اروحش مثلا، بس اوتوماتيك انا حسيت اللي هو اهدى يلا بينا. ليه بقى؟ لان انت كنت داخل في مرحله ان انت ايه، عارف انت، انا حسيت اللي هو انت داخل تصارع حاجه، وداخل تسابق الزمن، وتركب مواصلات اصلا وحشه. يعني المواصلات مش مريحه مثلا، مش هتروح في ميعادك، لا انت هتتبهدل. ده غير ان انا اصلا كنت بركب كذا مواصله، 3-4 مواصلات عشان اروح هناك. فعلى ايه؟ الفكره بقى ان انا استغربت حاجه، لان الموضوع ده لما جالي يعني انا حسيت كده اللي هو انا ما عنديش طاقه اروح، انا مروح. طب انت المفروض عندك ميعاد، لا انا مروح. فالموضوع قلب معايا بحته اللي هو ايه، طب هو انت ليه عملت كده؟ طب وايه؟ طب والناس دي كلها، طب ما الناس بتروح شغلها، انت ليه مش راضي يعني؟ طب ايه المشكله ما تروح ساعه متاخر ولا نص ساعه متاخر؟ ايه المشكله؟ مش احسن ما تروحش خالص؟ فقعدت بقى ايه اسال الاسئله دي. اكتشفت ان الحاجه فعلا انت لو انت ما انتش عايزها من قلبك، الحاجه انت لو ما انتش عايزها من قلبك، او لو انت مش ناوي تفايت علشانها، طول الوقت هتبقى متردد وما انتش عارف بجد يعني هل دي الحاجه اللي انا عايزها ولا لا، هل دي الحاجه اللي تستحق ان انا فايت عشانها ولا لا. هتحس ان الموضوع بياخد فعلا من وقتك ومجهودك لو انت حاسس ان ده مش مكانك، او ان الحاجه دي مش انا اللي عايزها. فالموضوع ده اصلا يعني قصه لوحده، ان انت المفروض انت وانت بتعمل اي حاجه بتاخد منك مجهود، يعني تقعد تسال نفسك هل دي الحاجه اللي انا عايزها ولا لا، هل دي الحاجه اللي انا شايف نفسي بعملها ومبسوط ان انا بعملها، رغم انها ممكن تكون بتاخد مني طاقه دلوقتي وانا بعملها. يعني انا دلوقتي مثلا عمال بعمل حاجه، بعمل شغلانه، بعمل على سبيل المثال بعمل الفيديو ده. طب هل انا بعد ما اخلص الفيديو ده هبقى مبسوط ان انا عملته، ولا هبقى حاسس ان هو ده انا الحمد لله ان انا عملته، ده كان هم على القلب؟ انت فاهم قصدي؟ يعني اللي هو المفروض انت لما بتعمل الحاجه دي بتديك انرجي، بتبقى مبسوط. واللي هو نفس فكره الجيم مثلا، انت لما بتخلص جيم بتبقى انت وانت في الجيم بتبقى عايز تخلص الست دي عشان انت اتخنقت، عايز تخلص المجموعه دي، بس بعد ما تخلص اليوم كله بتقول لنفسك جامد جدا اللي احنا عملناه ده، ان شاء الله بكره هنيجي ونكسر الدنيا اكتر من كده. عارف انت الاحساس ده اللي هو يعني الموضوع بياخد مني طاقه بس هيديني طاقه بعدين، اللي هو نفس فكره اللي هو ايه، انت مش هتشتغل يوم في حياتك لو انت بتعمل حاجه اللي انت بتحبها. بس هو زي ما هو الفيديو ده زي كويك ريمايندر كده، او اللي هو ايه، فكر في الحاجه اللي انت بتحب تعملها قبل ما تعملها مثلا، اللي هو اعرف انت عايز فعلا ايه، عشان بعد كده ما تبقاش حاسس ان انت الحاجه دي تقيله عليك وما انتش قادر تعملها. بس يعني اعتقد ان الفيديو كده انتهى. يعني لو عجبك الفيديو يبقى اعمل لنا فولو بقى على شويه الحاجات اللي هتبان تحت دي. اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.